السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده عندي ليكوا وصفه حلوه قوي. لو اللبن راب منك اوعي ترميه. تعالي اقولك هتعملي بيه ايه. هتعملي بيه النهارده احلى جبنه كريمي. ازاي؟ هناخد مقدار اللبن اللي راب منك ومعاه معلقه كبيره او معلقتين من نوع جبنه انت تحبيه، سواء جبنه تشيدر، جبنه بيضه عادي، نص ملح، اي نوع جبنه عندك. هتاخدي منه معلقتين اتنين كبار ومعلقه صغيره من الملح. تمام. هناخد المقدار بتاع اللبن اللي راب منك وهنحطه في العجان او في المضرب الكهرباء، شوفي اللي انت تحبيه ايه. وهنضرب مع بعض المقدار بتاع اللبن اللي راب ومعاهم معلقتين الجبنة اللي انت تحبي النوع بتاعها زي ما قلتلك ومعلقة الملح الصغير. هنضرب شوية كده وبعد كده هيبقى معانا معلقة كبيرة من الزبدة، بس تكون متماسكة. هي عندي كانت سايحة من الحر فحطيتها، هي يا دوبك معلقة كبيرة بس عشان هي سايحة انا حطيت معلقتين. وهكمل ضرب فيها لغاية ما تنعم، لحد ما تلاقيها كده جبنة كريمي وتلاقيها فيها انسيابية كده زي بتاعة اللبان اللي احنا بنشتريها. مازال كمان دي هيبقى لها طعم تاني، هتلاقيها حلو. دلوقتي هنا انا زودت 4 معالق من المية بتاعة اللبن اللي رايب علشان تدي انسيابية معايا. تمام. وهكمل ضرب. دلوقتي هي كده اتضربت معايا وحسيت ان القوام بتاعها بقى كويس. هبتدي ان انا احطها في قوالب، او شوفي انتي عندك علبة تقدري تحطي الحاجة اللي تريحك. هتحطيها كمان في التلاجة، هتحسي بالانسيابية بتاعتها وتحسي ان هي قوامها بقى كويس. وده شكلها النهائي. ويا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتكتبوا لي في تعليقاتكم، وان شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم.